كيكة الأيقونة الجميلة اللي عملتها الشيف نادية السيد، بجد تسلم ايديها. طعمها حلو قوي وجميلة ومكوناتها بسيطة وعلى قد ايدينا. هجيب اول حاجة ده كوبايتين لبن، هحط عليهم باكو كريم كراميل، او لو عايزة تضعفي الكمية طبعا براحتك. وهطلعهم على النار، بس ايه اللبن يغلي بالكريم الكراميل من غير ما يتماسك، وهو بعد كده هيتماسك وهو في التلاجة دي. ده الكريم كراميل. هجيب بقى بسكوت سادة، هحطه في اي قالب عندي، اي قالب بيديكي شكل او صينية اي حاجة عندك، وكسري فيها بسكوت سادة اي نوع بسكوت. بس لو عندك فاكهة هتحطي، ما فيش، انا استخدمت بسكوت بس. رفعتها على النار هنا وسبتها كده. اول ما غلت بدأت اسيبها تهدى معايا شوية عشان القالب اللي معايا مش هيستحمل السخونية. بعد كده نزلتها بنفس الطريقة ودخلتها التلاجة. اول ما هتتماسك معايا هطلعها من التلاجة وهتكون بالشكل ده. هبدأ بقى احط عليها الكراميل اللي كان مع الباكو اللي هو بتاع الكريم كراميل، وهبدا اقطعها كده واقدمها. طبعا انا ما استنيتش عليها الصراحه تمسك قوي، لان كنت عايزه بقى ادوق الطعم، ولقيته فعلا يستاهل ان هو ان انتي تجربيه. بجد طعمها حلو قوي، وكانت وصفه حلوه قوي من احلى شيف في الدنيا. بشكرك جدا يا شيف نادية على الوصفه الجميله الهائله اللي انتي عملتيها.